أهلا يا برج الأسد. هنشوف مشاعر الشريك أو الحبيب تجاهك في الوقت الحالي ايه. يلا بينا. بص، هو عنده إحساس بعدم التوازن ما بينكم في العلاقة ديت. ممكن يكون ما بينكم أطفال، ما بينكم ولاد. وما بينكم طرف تالت. الطرف التالت ده هو الأطفال. هو الأطفال ممكن تكون الأطفال، ممكن تكون مشكلة من الطفولة هي دي الحائل ما بينك وما بين الشريك. بس هو بيتحرر منها خلاص. هو بيتحرر من المشكلة دي وهيعرف حقائق كتير، هيشوف حاجات كتير. بس هو لحد دلوقتي واقف لك يا برج الأسد. ممكن يكون ما بينكم قضايا، ممكن يكون ما بينكم مشاكل. بس واقف لك وعايز العدل. العدل في العلاقة دي. واضح ان انت ضايقته اوي يا برج الأسد. طيب خلينا نشوف نواياه. نوايا شريك برج الأسد. هو قاعد مش هيتحرك يعني. هو قاعد مش هيتحرك. هو في بقى في تراست ايشوز ما بينكم، في عدم ثقة ما بينكم جامد قوي. حاسس ان هو رغم ان هو عايز بداية جديدة وكده، بس هو حاسس ان في عدم ثقة ما بينكم خلاص. وهيبقى واقف لك للأسف. واقف لك ماسك لك العصاية اهو. عملت ايه يا برج الأسد؟ عملت ايه؟ بس وهو على فكرة بيحس بيك جدا وعارف انت بتعمل ايه، وعارف يعني زي ما يكون هو قاعد في مكانه كده وايه وحاسس بطاقتك جدا. وعارف انك عايز تضحك عليه في حاجة او عايز تخدعه في حاجة. هو في ما بينكم ممكن يكون ده مش صح، بس في بينكم مشاكل عدم ثقة، فاهمني؟ من المشاكل اللي حصلت ما بينكم او الخناقات او الخلافات اللي حصلت وردود افعالكم تجاه بعض. بس انا احساسي ان هو عايز يبتدي بداية جديدة في حتة تانية للأسف. طيب عملت ايه يا برج الأسد؟ طيب حاول تصالحه. طيب شكرا يا برج الأسد.